السلام عليكم، مرحبا بكم في كوزين لبنى. اليوم غادي نقدم لكم واحد الحرشه مالحه ومعمره بالكفته. لهاد المقادير غادي نحتاجو بالنسبه للحرشه، غادي نحتاجو نص كيلو ديال السميده رقيقه، خماره وحده، نص كاس ديال الزبده ذوبناه وضفنا عليه شويه ديال الزيت، جوج ديال المعالق ديال ياغورت مسوس، جوج ديال المعالق ديال الحليب غبره، معلقه صغيره ديال السنيده، معلقه صغيره ديال الخميره ديال الخبز، انا كنستعمل حبيبات، شويه ديال الملح. وغادي نعجنوا هاد الحرشه بالحليب. هادو هما المكونات ديال الحرشه. بالنسبه للحشوه غادي نحتاجوا تقريبا واحد 200 غرام ديال الكفته، غادي نحتاجوا البصله مشلضه، معلقه كبيره ديال الكزبره والمعدنوس، والتوابل ديال الكفته. مثلا كاين السيدات اللي كيفضلوا يستعملوا الفلفله والكمون، انا غادي نستعمل التوابل اللي هي الملح الابزار، وغادي نستعمل شويه ديال الفلفله الحمراء. بالنسبه لهاد الحرشه منين غادي طيب غادي نحتاجو للتزيين، غادي نحتاجو الكاس صغير ديال حليب غبره، غادي نحتاجو لجوج حكات ديال الياغورت الطبيعي، وغادي نحتاجو الفرماج للتزيين، فرماج محكوك. هذه هي المكونات اللي عندنا ديال الحرشه. اذا اول مرحله غادي نحضروا، خصنا نشحروا هذيك الرقامه اللي عندنا ديال الكفته والبصله. الحرشه ديالنا من بعد ما غطيناها بالنصف اللي بقى عندي ها هي وجدات، غادي ندخلها للفرن متوسط الحراره ونتلاقاو باش نكملوا ليها التزيين ديالها. الحشوه ديالنا ها هي وجدات التزيين اللي فيها كنز ديال الحليب غبره وجوج ديال الياغورت طبيعي، خلطتهم مزيان، ضفت لهم شويه ديال الملحه وديال الابزار. الحرشه من بعد ما طابت وتحمرات غادي ناخذوا هذا الخليط هذا اللي وجدنا ونخويوه فوق منه ونرجعوه للثلاجه. من بعد ما نخرجها غادي نرش عليها شويه ديال الفرماج محكوك، ونتلاقاو نشوفوا الشكل النهائي ديالها. غادي ندخل الحرشه ديالي الفران، غادي نشعل عليه غير من الفوق، غادي تحمر هاد الكريمه شويه ونخرجها نرش عليها شويه ديال الفرماج محكوك. الحرشه ديالنا من بعد ما طابت نقدمها لكم بصحه وراحه، زينتها بشويه ديال الفرماج، حتى خرجتها من الفران عاد زينتها بشويه ديال الفرماج. ما تنساوش تابوناو بالقناه باش توصلوا بكل ما هو جديد. دمتم في رعايه الله والى اللقاء.